تخيل لو جمعنا تشكيلة بتضم أفضل وأقوى 11 لاعب عربي في العالم، يا ترى ممكن تكون عاملة إزاي؟ أكيد هتبقى قوية جدا، أتحداك ممكن نكسب بيها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم كمان، باختصار لأن إحنا عندنا في كل دوريات العالم لاعبين عرب متألقين، ولو جيت بصيت على أكتر اللعيبة مساهمة بالأهداف في العالم هتلاقيهم برضك عرب، أو فيهم يعني أكتر من لعيب عربي، مش بس في مركز الهجوم، لا وكمان في مركز الدفاع في أكتر من لعيب متألقين مع فرقتهم وبيقدموا مستويات عالية، فيا ترى لو جمعناهم كلهم وحطيناهم في تشكيلة واحدة، يا ترى شكل التشكيل ده هيبقى عامل إزاي؟ أنا هقول لك على تشكيلتي في الفيديو ده وأنت هتقول لي على تشكيلتك في الكومنتات. ولو في لعيب نسيته كده ولا كده انت فكرني بيه، لكن قبل ما نبدا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك الحلقات الجديده قبل اي حد. خلينا نبدا الاول في مركز حراسه المرمى واللي هو مركز انا شخصيا. بعد البحث والتدوير ما بين حراس كتير استقريت في النهايه على ياسين بونو، حارس المنتخب المغربي ونادي الهلال السعودي حاليا. بونو واحد من افضل حراس العرب على الاطلاق، اللي هو اكيد غايه عن التعريف بالنسبه لك بسبب الانجازات الكبيره اللي حققها مع ناديه السابق اشبيليا، وكمان انجازاته مع المنتخب المغربي في الوصول لنص نهائي كاس العالم، وهو واحد من اهم اسباب الانجاز ده بالتحديد. في الموسم اللي فات بونو كان احسن حارس في الدوري السعودي، وكان محقق 62 تصدي، وفي الموسم الحالي ماشي بشكل كويس لغايه دلوقتي عامل 28 تصدي. ياسين بونو حارس عملاق ويستحق دايما يبقى موجود في التشكيله الافضل للعرب. نروح لقلب الدفاع. اول مدافع اخترته في التشكيله هو نايف اكرم، لاعب المنتخب المغربي وريال سوسيداد الاسباني، اللاعب اللي قيمته التسويقيه وصلت ل 35 مليون يورو، وعمره حاليا 28 سنه. هو مش بس واحد من افضل مدافعين العرب، لا ده من افضل مدافعين الدوري الاسباني، بيقدم في الموسم الحالي اداء ممتاز مع فرقته. هو من الاسباب اللي خلت ريال سوسيداد مستقبل 20 هدف بس في الموسم، كتاني اقوى دفاع في الليجا بعد اتلتيكو، يعني فرقته مستقبله اهداف اقل من برشلونه والريال. اما تاني لاعب اخترته في مركز قلب الدفاع هو رامي بن سبعين، لاعب المنتخب الجزائري وبروسيا دورتموند الالماني، صاحب ال 29 سنه واللي قيمته السوقيه 7 مليون يورو. بيجيد اللعب في كل مراكز الدفاع، انا ممكن تلاقيه شويه بيلعب مساك وشويه بيلعب باك. في الموسم الحالي لعب 27 ماتش مع دورتموند، سجل فيهم 5 اهداف وصنع فيهم 3، يعني مساهم في 8 اهداف، ودي ارقام كويسه بالنسبه للمدافع. نروح مع واحد من اتقل المراكز اللي في التشكيل، وهو مركز الظهير الايمن اللي هيبقى موجود في مين؟ ايوه هو اشرف حكيمي، مين غيره يعني نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان، صاحب ال 26 سنه وقيمته التسويقيه وصلت ل 60 مليون يورو، تعتبر من اغلى لاعبين العرب. اهم ما يميز حكيمي مش بس الدور الهجومي اللي بيقوم بيه ولا الاهداف اللي بيسجلها كل موسم، اشرف حكيمي بيتميز بثبات المستوى، لعيب كل موسم بيديك 70 80% من مستواه. حكيمي دفاعيا وهجوميا قوي جدا، يعتبر من اكتر الاظهره في العالم تكاملا. في الموسم الحالي مع باريس لعب 27 ماتش، سجل فيهم 3 اهداف وصنع فيهم 8، يعني مساهم في 11 جون من 27 ماتش، وده رقم كبير بالنسبه للاعب بيلعب ظهير. الحقيقه ان ريال مدريد خسرت اشرف حكيمي بالذات في الوقت ده وهي محتاجه الظهير. نيجي من الظهير الايمن للظهير الايسر اللي اخترت فيه نصير مزراوي، اللاعب المغربي صاحب ال 27 سنه، لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، قيمته التسويقيه وصلت ل 32 مليون يورو، وفي الموسم الحالي هو واحد من اهم العناصر الاساسيه لتشكيله اليونايتد، رغم ان اليونايتد ماشيه بشكل سيء الموسم ده وفي مكان ما يليقش بتاريخ اليونايتد ابدا، لان الطبيعي ان اليونايتد المفروض ينافس على الدوري، ولكن مزراوي ماشي بشكل كويس وما ينفعش تشكيله تبقى فيها افضل اللاعبين العرب وما حطوهوش فيها. خلصنا من حارس المرمى والدفاع، نخش بقى لنص الملعب، نروح لمركز ارتكاز رقم 6. ومفاجأة التشكيلة بتاعتي هو اللاعب المصري المظلوم سام مرسي، لاعب إبساويتش تاون الإنجليزي. سام مرسي لعيب قوي جدا ودايما بيلعب بقلبه قبل رجليه، ولما بتشوفه بتستغرب لعيب زي ده ازاي مش موجود في منتخب مصر، بالذات ان هو لعيب مؤثر جدا مع فريقه، وكان من اهم اسباب صعود الفرقه من الشامبيونشيب للبريمير ليج. هو اي نعم هيلف ويرجع تاني، بس دي حاجه مش بايديه ولا تقلل منه نهائي عشان دي امكانيات فرقه بالكامل، ولكن انا ببص على الاداء الفردي للعيب. وتاني لاعب في خط الوسط معانا هو لاعب المنتخب المغربي ونادي ريال مدريد ابراهيم دياز، قيمته التسويقيه 35 مليون يورو. في الموسم الحالي بيشارك مع الريال بشكل مستمر، ولكن بيلعب غالبا كبديل 10 دقائق ربع ساعه مش اكتر من كده، كل مره بيشارك فيها بيسيب بصمته، ده حتى لسه سايب بصمته في دوري الابطال قدام اتلتيكو. الراجل كل ما بينزل بيسجل وبيصنع وبيعمل تمريرات مفتاحيه لصحابه، وبيبقى عايز يقول لانشيلوتي انا استحق العب اساسي، ولكن انشيلوتي ودن من طين وودن من عجين. اعتقد لو جه مدرب للريال شخصيته اقوى من كده ابراهيم دياز هياخد فرصه اكبر مع الريال. ثالث لاعب اخترته في الوسط هو الجزائري فارس شيبي، لاعب نادي فرانكفورت الالماني، صاحب ال 22 سنه وقيمه تسويقيه 14 مليون يورو، والميزه ان هو لعيب صغير فلسه قدامه كتير. فارس شيبي بيجيد اللعب في كل مراكز الهجوم، تلعبه وينج يمين وينج شمال راس حربه تحت راس الحرب، تلعبه لا مؤاخذه في اي حته. في
في الموسم اللي فات كان من احسن لعيبه الوسط في البوندسليجا، وساهم في 37 ماتش مع فرانكفورت ب 17 هدف، وكده قفلنا نص الملعب مع فارس شيبي. وتعالى نروح مع بعض الخط الرابع وهو خط الهجوم، ونخلي مين في الجناح اليمين. انت بتدور على ايه يا اسطى؟ هو مفيش غيره، هو محمد صلاح، صاحب قيمه تسويقيه ب 55 مليون يورو. صلاح مش محتاج ان انا اتكلم عن مستواه في الموسم ده، لعيب وصلنا لمرحله ان هو صلاح جاب جون، صنع جون، ده عادي. والتقييم الاجمالي لصلاح في اغلب المواقع في كل ماتش هو 8 من 10، وده رقم مرعب جدا. صلاح في الموسم ده مشارك في 51 جول، انت متخيل؟ من الظلم اللي انت تقارنه باي لعيب عربي تاني. صلاح وصلك لمرحله انك تقارن ارقامه برونالدو وميسي، ارقام كبيره بيحققها محمد صلاح في الموسم ده ما قدرش يحققها في اي وقت تاني. ارقامه ومستواه كانوا كفايه انه يخلي ليفربول متصدر الدوري الانجليزي وقريب جدا لحسمه. وبصراحه هتبقى فضيحه كبيره لو محمد صلاح ما اخدش البالون دور الموسم ده، لانه لو ما اخدهاش المره دي هياخدها امتى؟ او حتى مين غيره يستحق ياخدها، فاهمني؟ نسيب صلاح دلوقتي عشان وقت الفيديو بس، ونروح لمركز الجناح الايسر. اخترت هنا اللاعب الجزائري محمد عموره، لاعب نادي فلوسبورج الالماني، صاحب قيمه سوقيه 22 مليون يورو، وبيقدر يلعب كجناح شمال او سترايكر صريح. في الموسم اللي فات تألق بشكل كبير جدا، كان في اكتر من نادي في افريقيا كان بيفاوضوا منهم الاهلي والوداد، ولكنه فضل انه يكمل مسيرته في اوروبا عشان في الموسم الحالي يساهم في 16 هدف من 21 مباراه، رقم كبير جدا ومرعب لعموره، وقريب جدا ممكن نشوفه في نادي كبير في اوروبا. نروح بقى لمركز راس الحربه. تعرف لما تعمل تورته وتحط فيها كريزه؟ والكريزه اللي هتكمل تشكيلتنا هو يوسف النصيري. لا ثانية واحدة عشان انا سايبك تهبط من بدري. يوسف النصيري مين يا عم؟ خلاص يا اسطى معلش. الكريزة اللي هتكمل تشكيلتنا هو ابننا المصري عمر مرموش، اللي تعتبر صفقة انتقاله لمانشستر سيتي هي اغلى صفقة في تاريخ اللعيبة العرب، 75 مليون يورو. في كلام كمان ان هي وصلت ل 85 مليون. يا عم قول ما شاء الله. عارف اكتر واحد فرح بالصفقة دي هو مين؟ هو رئيس وادي دجلة. مرموش في الموسم الحالي مع فرانكفورت قبل ما يروح السيتي قدم موسم استثنائي في الدوري الالماني، 26 ماتش، تخيل ساهم بكام جون؟ ساهم ب 34 جون. انت متخيل الرقم؟ يا عم قلت قول ما شاء الله بقى، ما شاء الله يا سيدي. هي دي تشكيلتي الافضل 11 لعيب عربي في العالم. ما تنساش انت كمان تكتب لي تشكيلتك في الكومنتات عشان نتعارك مع بعض يلا. وبرضك ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصل لك الحلقات الجديده قبل اي حد. انا معكم اخوكم مروان ميزه، وسلام.